مساء الخير. الحلقة الأولى من مقتطفات من سيرة ذاتية. هي مو سيرة ذاتية، لأنه السيرة الذاتية صار اتفاق أنا وأبو أستاذ أبو رفل، هذا الرجل العملاق بالثقافة، على أنه يكتب مذكراتي لأن شافها يعني مثيرة. بعدين صار قرار أنه نغيرها. المهم القضيتين لازم أذكرهن باستمرار حتى ما أضيع وقت. يعني القضية الأولى أنه كل الأحداث اللي راح أذكرهن على مدى 30 حلقة أكثر هما أكو شهود وياي بالحادثة وموجودين وياي بالفيسبوك وبحياتي، فالقصة ثابتة. والقضية الثانية الجرأة والجسارة. قد انه لو واحد يسولفها يقول هذا كذاب، ويعني او يعني انه هذا يكذب او كذا، والحقيقة انه الناس وياي يعني كثير من اصحابي. لازم اعطيك نبذة عن صدام، مجرد كلمات ثلاثة لان كلها تعرف. انت تعرف انه صدام حسب معرفتي يعني انه ماكو مجرم مثله، ماكو دكتاتور مثله، لا هتلر ولا موسوليني ولا الشيوعيين. يعني اقصد الشيوعيين اللي مثل ستالين، وهذا ابو رومانيا ما ادري شو اسمه، ايش طول اسمه شي حفظه. فجميع الدكتاتوريات بالنسبة لي يعتبرون ملائكة بالنسبة لصدام وإجرامه ودكتاتوريته، طاغية صدام. فإحنا نحكي عن 2003. 2003 استوى ساقط الملعون والخوف بقلوب الناس كلها. ما أعرف كم شهر مرة واتفقنا أنا يعني اقترحت انه انا فكرت بالليل انه غاز ماكو كان ونفط ماكو. انا بعدني بالعشرينات، نهاية العشرينات بالعمر يعني. فرحت لاخويا ابو سجاد صديق العمر، قلت له انا عندي مقترح انه نسوي مظاهرة. احكي لك ب 2003 هذا الحكي. فقال شلون يعني شو نسوي؟ قلت له اول شيء خلينا نكتب مقولات وانا الباقي انا اسويه. فعلا قعدنا يم جامع الصادق بباب الخان وكتبنا مقولات، من ضمنها وين النفط، وين الغاز، وين الوعد يا امريكا. مشكله احنا يعني انا من الناس اللي نعاني انه احنا ضد صدام ونكره صدام ونكره الاحتلال. يعني هاي اكو مشكله، هاي الثنائيه عانينا منها، واي ناس عانت منها. عموما فعلا رحنا بباب العباس، جوا بالسماعه انا صحت انه احنا يا بريد نطلع مظاهره ان نطالب بالغاز. يعني اول مظاهره يمكن بالعراق كله المطالبه بالخدمات هي هاي كانت. فعلا جمعت الناس وبدأوا الناس يجون، وانطلقنا من يم باب العباس القبلة، وأنا قدامهم بالبداية وياي أبو سجاد محمد حساني، تحياتي لمحمد. وفعلا بدينا وهوس ونطلع هاي، ومشينا مسافة وصلنا قريب المحافظة. طبعا الأمريكان كان أي شخص يتحرك يقتلوه، لأنه يعني متحذرين ما يعرفون شنو القصة. هاي حادثة، مجرد حادثة. الحادثة الأهم هي ب 2004 طلعنا مظاهرة. بدينا من يم الترافيك كان مال شارع العباس باتجاه المحافظة، شايلين لالات وفوانيس، يعني كل من شايل لاله وفانوس واللي شايل مدري شنو، تعبير على انه احنا نطالب بالكهرباء ونطالب بالخدمات. طبعا كان بيها المظاهره اخوتي من ضمنهم علاء، دكتور علاء الله يرحمه، واعداد وكالعاده
كالعاده جدا انه احنا طالعين مظاهره نطالب بالخدمات، والشارع العباس منا ومنا كلهم يباوعون علينا، مو مشكله. كان شهر الثامن، وعندك علم بالعراق شهر الثامن يعني الحياه جهنم، حارة الدنيا. فكرة المظاهرات بعد هي مو ناضجة عند العالم. هاي ب 2004 وصلنا يم المحافظة، فقالوا احنا عندنا مطالب، طابعين المطالب، احنا عندنا مطالب انه احنا نريد نتفاوض ويا الامريكان. فعلا طبينا، اختاروا واحد ما احب اذكر اسم بالمناسبة، يعني ملاحظة مهمة انه اني من راح اذكر المراجع راح اذكر كذا، ما راح اذكر اسماء نهائيا، ولا حتى الجهات الحزبية اللي صار بيهم عبوات ناسفة والقتل والاغتيالات، ما اذكر اسماء نهائيا، اذكر اسماء اللي كانوا وياي فقط يعني. عموما فصار الاختيار انه انا يعني مفاوض، وهذا الولد مفاوض. كان الولد هذا ما عندي معرفة به، بس يعرف اخوتي، يعني ما احب المح عليه لانه هو شخص معروف. شمس قلت لك حارة، والامريكان بالمحافظة واقفين، كان ما اعرف بوقت المحافظة اظن الياسري. عموما طبينا للمبنى مال المحافظة انا وياه، والورقة بدينا. قاعد اللبناني لابس مرقط امريكي زي امريكي، وقاعدين اثنين وغرفة طويلة، وقاعد بالاخير المحافظ وكذا، ما حد بحالهم، ولا كأنه لهم قيمة يعني، ما حد بحالهم، محافظ وفد اثنين قاعدين يمه، واحنا قاعدين ببداية القاعة. فاحنا قاعدين من الجهة يعني من هاي الصفحة، ومنا قاعد اثنين امريكان وياهم ضابط لبناني. انتظرنا انه يجي، فعلا اجى الجنرال الامريكي وياه كلب هالعلوة، كلب بوليسي مرعب يعني هذا، والمتظاهرين برا قاتلهم الحر والضيم، وكهرباء ماكو، ثليج، وضع كثيف يعني جدا. هو هسه الوضع كثيف، تصورته ب 2004 شلون. عموما احنا عندنا مطالب، انه احنا نريد نطالب بالكهرباء، نطالب بالخدمات، نطالب بالبطاله، انه يشوفون حل البطاله، مشاكل الغاز، هاي مطالبنا. اجى الجنرال الامريكي باوع عنا بطرف عينه، طبعا هو قعد اللبناني بصفه المترجم، ف حكى بالانجليزي، اشر علينا كانه يقول شنو ذولا شو يريدون. فقال له بالحكى انه قال له ذولا كذا متظاهر عندهم مطالب، فباوع عنا قال احكوا. فحكى هذا بصفي. بالمناسبه هذا ولد بصفي ليش ما اذكر اسمه؟ يعني هذا مو نظيف، ولهذا انت اذا طلعت المظاهرات بالمستقبل تعلم تختار المفاوض الصحيح، لانه ذولا كثير من عندهم من يدخل جوا بالمفاوضات انسان انتهازي يتسلق. وفعلا هذا الرجل تسلق وصعد وربح ملايين واخذ كثير على اساس انه هو مثقف بدون اسماء، بس المح عليه يعرفوه كثير يعني هنا من قصدي دون المجال القراء اللي يقرون يعرفوه بسهوله. هو هسه شرد الغير دوله راح. عموما فقعد هذا شو يحكي ويا الامريكي وكانه يتملق له، واحنا وانتم شكرا لكم وخلف الله عليكم. وانا قاعد فاك حلقي، شو هذا برا يحكي شكيل، جوا يحكي شكيل، المفروض هو اللي يحكي وانا داعم له، هو هيك كان الاتفاق. فانا دقيته فلان، حكيت وياه، قلت له اقول لك اطرح مطالبنا. قال انت اسكت ما عليك. قلت له احنا جايين عندنا مطالب، احنا جايين نطالب بالكهرباء، نطالب بالخدمات، نطالب هاي. فهو دقني قال لي انت اسكت ما عليك، هو يكبرني بالعمر يعني، كبرني فد 7 سنوات. عموما انا احوس كالعاده، احوس. شو هذا قعد رد مره ثانيه،
ابطال مطالب، قرا الهيال اللبناني، قال له انتم حمايتنا، انتم ابطالنا، انتم. انا بعد ما اتحمل، انا حاصلتي هالقدوته. فاللي لفت انتباهي قبل ما انه انا رديت، اللي لفت انتباهي انه هذا الامريكي ما صار له اقل السنه شلون كان ملم، شلون عنده فكره عن الشعب، عن المجتمع. يعني اتذكر انه طرحنا موضوع البطاله، يعني هاي حادثه من الحوادث، لان هو طويل، المفاوضات صارت طويله والناس قاعده برا بالشمس. اذكرك الشمس تصقع صقع بآب. فمن ضمن الاشياء اللي ذكرها الامريكي، وهو كان على حق الامريكي، بس شوف سرعه فهم الامور، انه قلنا له احنا نطالب، انا وياه قلت له خلينا نطالب بمطالبنا وكذا، جابها على الكهرباء، وان الكهرباء ما لها حل لانه انضربت، وحكينا على قضيه الغاز والى اخره. وصلنا لموضوع البطاله. قال انتم، نص الكلام الجنرال الامريكي، قال انتم العراقيين مو مال شغل. انا نبيت انه، قلت له شلون يعني احنا مو مال شغل؟ قال احنا عرضنا موضوع تنظيف الانهر الكري، كان موضوع الشنبلان. فقال احنا دعينا انه اللي يريد يعمل خليه يجي يشتغل، نعطيه 300,000 بالشهر. فيقول له شو هذا العراقي يجي يشتغل، ياخذ الراتب، يقعد، يروح ورا اسبوع يخلص الراتب، هذا الكلام الامريكي، يخلص الراتب يجي يريد انه يدور على شغل. زين انت ليش يعني هو انت ليش يعني بطلت من العمل الان يخلصون فلوسك وتجي تشتغل؟ هذا الامريكي قال هيك. طبعا اللي وياي ايد وقال هو شعبنا تعبان. انا هنا نبزت حكيت. ف قلت له والله اسمح لي انا حاكي للبناني هاي. قلت له انه انا اعتقد البلد بلدنا والشعب شعبنا واحنا راضين، هذا بلدنا، انت محتل، انت جاي محتل البلدي. طبعا انا قلت له انت محتل البلدي والبلد بلدنا. انتفض الامريكي، فقال انت شنو تحكي وياي بهاي اللغه؟ احنا مو زين خلصناك من صدام، واحنا مو زين ساكتينكم ما ناخذ منكم ضرائب. وكلام الامريكي انت تاكل وتشرب وتسوي كذا وانا ما اخذ منك ضريبه، وانا خلصتك من صدام، بس انا مو زين ساكت لك ضرائب ما اخذ منك. انه انا انتقزت. فانا قلت له انت تاخذ ضريبه من عندي، من الامريكي. قلت له انت تاخذ ضريبه من عندي ببلدي؟ اللي بصفي كل ساعه يدقني برجلي يقول لي اسكت. بس انا ما اسكت كالعاده. قلت له انت تاخذ ضريبه من عندي ببلدي؟ انت جاي ببلدي، هذا بلدي، زينين مو زينين، خوش اوادم مو خوش اوادم، احنا وياهم، انت جاي محتل البلدي. قال انت الامريكي، قال انت عدتها مرتين انه انا جايك محتل. قلت له نعم انت جاي محتل، وهذول سواء سيئين وهاي. انتفض الامريكي هو والشرب مالته تكرمون، قام انطى اشاره، طبعا قاموا عافنا وراح، انطى اشاره، اشتغل الرمي بكثافه فظيعه. في حينها انه اللي بصفي قاعد قال ترى احنا رحنا بيها، يعني يمكن ذولا راح يقتلونا الامريكان او على الاقل يسجنونا. وانا قلت له الله كريم. فقعد يعاتبني ان انت شلون تحكي هيك حكي وشلون كذا. مهم صار رمي كثيف فظيع على المتظاهرين، بحيث انه يعني رمي فظيع صار على المتظاهرين. طبعا كلها طفرت، كلها شاردت. عملية المفاوضات طالت بحدود الساعة. أنا اختصرت هالموقف، فأبدأ أقول تاخذ عبرة من قضيتين، إنه دائما المفاوض اللي تدزه يكون إنسان مو انتهازي مثل بتشرين صارت، واللي وهذول الناس الانتهازيين أبد ما يبينونك. بالمناسبة إنه آخر كلمة وعلى الحلقة الجاية إن شاء الله،
انه هم ليش اختاروني، يعني قصدي من الاسباب اختاروني. ربما البعض ما يدري، بس نعطيه فكره. انت تدري يعني انا بعمر هسه قد يكون تشجيع للاخر هذا، يعني بعمر ربما 15 سنه انا قارئ اكثر من 100 كتاب. تقول هذا يبان، شوف هذا يا سنه 1991. لاحظ هاي المذكرات اشتريتها من يم شارع العباس، نسيت اسمه كان على بالي، كان مكتبته منه على اليسرى، واشتريت من عنده اسمه، المهم راح من بالي، ذاك اليوم توفى الى رحمه الله. هاي انا مدون بيها بخط ايدي ذاك الوقت، مدون بيها اللي قريته واللي كتبته. انا احكي لك انه مو انه 100 كتاب، اكثر شويه يمكن، مو اقل شويه، مو انه حسبالك يعني كتب من هاي لا، اللي يقرا كتب يعرف الاسماء اللي راح اقولها. مثلا انا قرأت ربع ديستويفسكي كتبه، مثلا قرأت الماكسيم غوردي، قرأت له 3 روايات، مثلا قرأت الكون ويلسون، مثلا عبد الرحمن منيف، مثلا قرأت له لحد الان النسخه موجوده، لو ادورها اطلعها لحد الان، النسخه مال 91 لحد الان موجوده عندي، مثل الاشجار واختيار مرزوق، مثل بحر الشرق المتوسط، مثلا كتب دراسات مثل رجاء النقاش، دول كل الاسماء وانا عمري يمكن 15 16 سنه يعني. وكنت ادون، يعني كنت ادون، يعني كان اختيارهم لان يعرفوني كثير من عندهم انه انا قارئ قديم. الحلقه الجايه خلصت الموضوع هذا، الحلقه الجايه انا راح احكي، راح اجل موضوع المهدي وذولا تكرمون وكلهم خرا، مدعي المهدويه اللي وكلهم جماعته خرا، جابين الماعون واكلوا خرا. هذا الموضوع راح اجل لان بيه شويه حساسيه ويطول. راح احكي الجمعه عن موضوع العضوه الناسفه، انه هذا اللي خلوا له عضوه ناسفه وقطموا رجله وعنده 5 بنات، موضوع على تفاصيل احكي. شكرا وخلصت الحلقه.